السلام عليكم ومرحبا بكم. غادي نقدم لكم اليوم طاجين قوارمه، وهو طاجين من المطبخ الرباطي العريق. فهاد الوصفه على فكره ماخوذه من الكتاب ديال الاستاذه حياه دينيه على المطبخ المغربي الرباطي. غادي تشوفوا معايا طاجين لذيذ جدا، غادي نرافقوه بشليضات غادي يكونوا محمضين. كنقترح عليكم 3 ديال الانواع ديال الدنجال اولا ديال الزعلوك. غادي يكونوا ب3 ديال الالوان مختلفين. ناخذوا المقادير ديال طاجين قوارمه ونتلاقاو باش شفتوا في المقادير. كنستعملوا اللحم ديال الغنمي، كناخذوا من الكتف. بالنسبه للناس اللي تيبغيو داك القطع تكون مهبره كناخذوا من الفخذ كذلك. بالنسبه لي انا فانا غادي نستعمل اللحم ديال الفخذ، يعني ديال لو جاغي. كنقطعوه هكذا كيف ما كتشوفوا معايا على شكل طريفات يكونوا متناسقين. غادي نديروا معاه واحد، غادي نصبوا واحد البصيله، غادي نديروا الملحه، شويه ديال البزار، الخرقوم، غادي نعملوا الزعفران شعره في التالي، وشويه ديال السمن. وبالنسبه للقرفه فاحنا كنعملوها كنغبروا بها داك البصله اللي غادي نخضروا بها، بالاضافه لواحد الكاس كبير ديال واحد الكاس ديال السكر. غادي نستعملوا في الاول الزيت مع اللحم مع شي شويه ديال البصله. فكنت كنقول ان هذا الطبق هذا كيجي ممتاز. كنديروا تقريبا واحد كاس الا ربع ديال زيت المائده او الاقل، لان اللحم ديال الغنمي كنعرفوه ميدوم. كنديروا شويه ديال البصله، غادي نعملوا القطع ديال اللحم الغنمي. فعلى فكره في الكتاب ديال الاستاذه حياه الدينيه كتقول ان هذا الطاجين هذا هو من الطويجنات الرباطيه اللي كانت كتستهلك كثير شي في الفصل ديال الربيع، ومع البصله ديال فصل الربيع. وهي كيتخدر هذا طاجين قوارمه تقريبا كيلو ونص ديال البصله بالنسبه لكيلو ديال اللحم. هذه المقادير اللي عطيت هي مقادير ديال كيلو ديال اللحم. غادي نعملوا العطريه. فكاينه معلقه ديال الخرقوم، كنديروا معلقه ديال الخرقوم مع نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الملح حتى المعلقه بحسب الذوق. فنص معلقه ديال البزار مع معلقه ديال الخرقوم. بالنسبه للملحه فاحنا كنديروا الملحه بحسب الذوق، ما بين نص معلقه حتى المعلقه. وغادي نمرقو، غادي نديروا الماء بكميه كافيه باش غادي يطيب فيها اللحم. هو الا كان اللحم فتي ما غاديش يحتاج بزاف ديال هذا، ما غاديش يحتاج بزاف ديال الماء، دغيا تيطيب. فباش ما يتفتش ويبقى هو غادي يطيب هذا الطاجين في 3 ديال المراحل. في الاول فاحنا كنديروا هكذا كنصبوه مع داك اللقامه ديالو وتنعملوه كيطيب. ملي كيطيب نص الطيبه تنضيفوا عليه البصله هكذا مشنفه مقطوعه على نصف دوائر. وبعد ما كنضيفوا البصله وكيكمل اللحم الطياب ديالو مع البصله، فاحنا كنرشوا عليه كاس ديال السكر سنيده و2 معالق كبار ديال القرفه مدقوقه. وكنخليو هذا، اسمحوا لي، ملي كنديروا البصله كنرشوها بالسكر وكنديروا معاها القرفه وكنخليوه يطيب. ملي كيكمل الطياب ديالو اللحم فكنضيفوا معلقه ديال السمن والزعفران شعره وكنهزوا طنجره اولا كنعملوه في طاجين وكندخلوه للفرن كيطيب حتى كيتعسل وكيولي اللون ديالو بني مزيان. عاد باش تنقدموا داكشي علاش قلت لكم هذه شهوه من بين الشهوات الممتازه اللي كتجي لذيذه. فغادي نغطي على اللحم ونخليه يطيب. ملي تيطيب تيجي بحال هكا، ها هو ده هنايا بداك اللون ديال الخرقوم هو يجي صفر. غادي ناخذ البصله وغادي نرشها عليه. غادي نعملوا معاها دابا السكر من الفوق. هي مي غادي نعملوا عليها السكر اكيد غادي تطلق داك الماء ديالها، وغادي نديروا معاها القرفه. غير وكان من الاحسن نستعملوا شي طنجره اللي ما تكونش كتلصق على حساب البصله
الا ملي غادي نضيفوا عليها السكر وغادي تبدا تطلق وهذا كيمكن لها تلصق الا كانت الطنجره ما هي شيء يعني ما عندهاش داك القاع التحتاني غليظ، وكذلك يكون ملبس بهذا اللباس الخاص. فكنديروا القيمه ديال تقريبا كاس صغير ديال السكر باش كيعسل البصله، وكنديروا 2 معالق ديال القرفه. كنخليوه كيطيب. بعد ما كيطيب غادي ناخذوا شويه ديال السمن، كيف ما قلت غنديروا معلقه صغيره ديال السمن، وغادي نحكوا زعفران شعره، وغادي ندخلوا الطنجره للفران باش غادي تكمل التعسال ديال البصله عاد باش نخرجوها. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا المقادير ديال الدنجال اللي قلنا غادي نوجدوه ب3 ديال النكهات اولا ب3 ديال الالوان. الدنجال كناخذوه تنشويوه وتنقشروه كيف ما كتشوفوا معايا كيتشوى. غادي ناخذوا النوع الاول ديال الدنجال، غادي نعجنوه اولا غادي نطحنوه مع صلصه ديال المايونيز. النوع الثاني ديال الدنجال صلصه ديال المايونيز، غادي نديروا معاه الكريم ديال الثومه او الثومه مسلوقه. خدينا الثومه وسلقناها، وبعد ما تسلقات تقشرات وتماكات غادي نديروها هي وصلصه المايونيز والمعدنوس، وغادي نديروا شويه الملحه مع الابزار. بالنسبه للنوع الثاني واللي هو ديال المطيشه، فكناخذوا مطيشه عاقده اولا مطيشه ديال الحك وكنطحنوها مع الدنجال، وكنضيفوا تماما شويه ديال الثومه وشويه ديال المعدنوس بالاضافه لشويه الملحه وواحد القبصه ديال الكمون. بالنسبه للشكل الثالث فعندنا الطحينه اولا العجينه ديال الزلجلان اللي كتباع الان في الاسواق، كناخذوها وكنطحنوها مع الدنجال. وبطبيعه الحال هذا النوع الاول ديال لا مايونيز كنضيفوا له واحد شويه ديال الخل. بالنسبه للنوع الثاني محمض بالمطيشه، والنوع الثالث غادي نسموه بالعصير ديال الحامض. فقلنا الطحينه شويه ديال الثومه وكذلك شويه ديال الدنجال. نخليكم تاخذوا المقادير لائحه المقادير وغادي نطحن اللي كيف ما شفتيو معايا مشوي ومقشر، وكنزولوا له هذا الزريعه هذه لانها اولا كتجيش مزيانه كتبقى قاصحه. بالنسبه للشكل الاول ديال الدنجال اللي قلنا غادي نديروا واحد بمطيشه، كناخذوه غير كنقطعوه بحال هكا ونديروه يطيب، وغادي نبقاو كنمعكو فيه. هذا الا بغيتيو غير هكذا تكتفيو بالمذاق ديال الشوا كيمكن لكم. كيمكن تضيفوا كذلك واحد الدنجاله اللي كتاخذوها كتقطعوها دوائر وكتقليوها في الزيت، كتسقطروها من داك الزيت وكتضيفوها ليه باش كتنقص من داك الحده ديال الشوا. كيف ما قلنا يمكن لكم تضيفوا شي شويه ديال الدنجال مقلي. غادي ناخذوه نديروه في المقله، غادي نضيفوا له العجينه ديال المطيشه. تقريبا هنا عندنا واحد 2 معالق كبار ديال العجينه ديال المطيشه. اما الا كنا غادي نستعملوا مطيشه ديال الحك كيكفي اننا نديروا غير معلقه وكنطلقوها بواحد شويه ديال الماء، نديروا شويه ديال زيت الزيتون والكريمه ديال الثوم. غادي نعملوا معاه شويه ديال الكمون بلدي مدقوق، الملح والمعدنوس حتى للتالي. غادي نخليو هكذا فوق من العافيه حتى كتندمج كاع هاد المقادير كلها مع بعضها. بالنسبه للنوع الثاني فحتى هو نفس الشيء، غادي نزول هذاك الزريعه غادي نعملوا معاه واحد المعلقه ديال المايونيز. هنا كنكثروا بطبيعه الحال، انا كنوري لكم غير الطريقه. غادي نطحنوا البصله ونديروا شويه ديال المعدنوس، غادي نطحنوهم مزيان، نضيف عليهم شي شويه ديال الخل، ومن بعد غادي ننزلهم في الطبق. غادي نعمل معاهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار.
كطيب البصله وكيطيب كذلك اللحم وكتوكح داك المريقه، ما كنساو شي كنضيفوا الزعفران شعره ومعلقه صغيره ديال السمن، وكنهزوا الطاجين هذاك المرق كامل كنصطفوه في واحد الطاجين كيدخل الفران، وكنعملوا طاجين قوارمه في الفرن على الجهه ديال الشوايه، كيبقى كيتعسل داك البصله كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتوقف المريقه في اليدام ديالها. لان الطاجين هذا حلو، فقلت انه من الاحسن نرافقوه بشي شليضات اللي كيكونوا حامضين، فاقترحنا 3 انواع ديال الدنجال ب3 نكهات. فالاول اللي عندنا هنايا طحناه او عملناه مع الطحينه، درنا معاه شويه ديال الثومه والعصير ديال الحامض والملحه بطبيعه الحال. هنا بالنسبه للنوع الثاني عملناه مع مطيشه او العجينه ديال الطماطيشه، ودرنا معاه شويه ديال الثومه وفي التالي شويه ديال المعدنوس مع الملحه والكمون وزيت الزيتون. اما بالنسبه للشكل الثالث فاحنا عملناه مع صلصه ديال المايونيز مع شويه ديال البصله والمعدنوس وشويه الملحه وبطبيعه الحال الابزار بحسب الذوق، وكنذوقوه بالفلفله حمراء. كنكونوا هكذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم. نشكركم مشاهدينا على تتبعكم للبرنامج، ونتلاقاو في حلقه اخرى باذن الله.